بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفوا قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. والله وحشني جدا جدا جدا، وحشني معاكم التصوير يعني أنا حسيتكم إن انتوا نسيتوني أصلا، بس غصب عني. إيه مش عارفه انظم وقتي والله، ويونس اخد كل وقتي، بس الحمد لله. النهارده بقى جايلكم كده في فيديو جديد. بصوا هنعمله الاوضه كده مع بعض. انا لسه مفرشتش فرش الشتاء، انا شايله البيت كله عموما، كل السجاده غسلتها الحمد لله وكده، المشايات مظبطه كل الدنيا. بس بقى ايه، كنت قاعده عند والدتي كده عشان كانت تعبانه، فرجعت لقيت الدنيا مليانه تراب. يعني مش قادره اقول لكم ازاي، كنت غسله غسيل بقى الهدوم اللي كانت معايا عند والدتي وكده، مع اني غسلاها عند والدتي بس رجعت غسلتها تاني. المهم بقى ظبطت الدنيا كده ورب لميت الغسيل وطبقته وشلته فيه. إيه كان ليا غسيل انا، او ليا هدوم انا وجوزي، برضو كان فيه هدوم ليونس برضو طلعتها برا في دلابه. ظبطت بقى كده الدنيا وهروح. يونس طبعا كان قاعد على السرير، شلته وحطيته في الارض، شلت الملاية دي وحطيت بقى طقم جديد كده كنت فرشاه قبل كده. انا فرشاه قبل كده يعني، بس ايه نضيف يعني، بقالي كتير ما فرشتهوش. فنفضت السرير وانا كنت حاطه يونس هنا في الارض، الحمد لله بدأ يقعد وكده. وهو قاعد بنفض السرير، الملاية شبكت في الكريستالات اللي في النجفة، فحمدت ربنا ان هي مقعدش عليه يعني، الحمد لله. المهم بقى فرشت بقى كده السرير، نفضته طبعا، قلبت المراتب وظبطت الدنيا. ان شاء الله لما ربنا يديني عايزة اغير مراتب، المراتب بتاعت البيت كلها. عايزه اغير مراتب اوضه النوم، وعايزه اغير مراتب برضو يونس، عايزه اجيب له مراتب تاكي باذن الله. شلت بقى كده برضو الحاجات اللي على السراحة، قلت لما ربنا يكرم وافرش بقى واداني العمر وافرش فرش الشتاء هفرش السراحة برضو حاجات بسيطة كده. بس شلت المفارش كلها، كل المفارش اللي كانت موجودة في اوضة النوم انا شلتها عشان اغسلها، وان شاء الله بقى هفرش حاجات نضيفة وحاجات تانية لما اجي افرش فرش الشتاء. بس انا يعني صبرة شوية، مش عايزة ان انا الدنيا حر قوي عندي لسه، الدنيا حر طبعا، فمش عايزه افرش من دلوقتي واخنق البيت. انا شايله كل السجاد اللي زي ما قلت لكم اللي في البيت وغسلاه الحمد لله، لسه غسلاه يعني الايام دي. فمش عايزه افرشه دلوقتي نهائي، فقلت ايه اصبر شويه. وعلى اول 11 اخر 10 ممكن ان شاء الله نفرش البيت سوا. والسجاد الستاير هنزلها وهعلقها يعني، هغسلها واعلقها تاني. رحت بقى كده على الكومودينوهات، مسحت الكومودينوهات وحطيته بعيد شويه كده عن السرير. ورحت على الكومودينو برضو اللي جنبي، كان في بقى في اللي جنبي كده الترمس اللي بحط فيها المية ليونس بالليل وهو نايم جنبي. بدل ما بقوم بحط ميه سخنه جنبي كده طول الليل، اعمله الببرونه وكده. شلت بقى المروحه ونفضتها ومسحتها كويس جدا، كانت معشقه تراب، كانت مليانه تراب. مسحتها وخلصتها برضو، مسحت الشاشه. ظبطت الدنيا. شلت بقى السجاده يعني هي مشايه من السجاده، شلت المشايه اللي في الارض دي، بس مش هفرشها من غير شر تاني، هفرشها بره كده قدام السفرة، عشان عايزة اشيل الحافظة اللي قدام السفرة دي احطها في البلكونة عشان اهل جوزي ان شاء الله باذن الله يوم الجمعة جايين. فعايزة بس ايه احط حاجة كده نقعد عليها في البلكونة، ودي حطها قدام السفرة. مسحت بقى، جبت حتة قماشة كده وحطيت فيها الجلانس بتاع الخشب، ومسحت كده الخشب كويس.
وقفلت الدولاب. ان شاء الله بقى كده عايزة اشيل تحت السرير عشان احط السجاد بقى والحاجة كده على نظافة. اكنس من تحت السرير وامسح بالمية كده. عايزة ازق السراحة برضو. كان في حاجات كتير في الدرج ملهاش اي لازمة. كل ده طلعته بره ولميته. جبت بقى شوية مية كده بكروكس الوان، وكروكس الالوان بجد بياكل يعني، بصوا بيجيب من الاخر في الارض، بيدي نظافة حلوة جدا للارض، وكمان بقى الريحة بتبقى حلوة اوي. خلصت بقى كده هسيب الارض تنشف. هجيب بس المشايات بسيطة كده اللي هي الصغيرة خالص دي، هحطها برضو قدام السرير كده، بس عشان الارض عندي كده كلها مكشوفة. فايه حاجة نمسح فيها رجلينا واحنا يعني ايه يعني فاهمين قصدي اكيد. حطيتهم بقى كده وخلصت. بص الأوضة والنبي يقولوا الأوضة منظرها الأول ولا منظرها دلوقتي. يونس بقى قاعد كده على السرير، آه، قاعد بيتفرج. بس هنا كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة.